دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. مساء الخير يا دكتور. يا مساء النور. يعني شم النسيم واكلات والاكلات اللي احنا بناكلها في شم النسيم طبعا الفسيخ والبيض والحمص الاخضر المعروف بالملانة والخس. حضرتك بقى يعني تلخص لنا كده الفوائد الغذائية من هذه الاكلات وليه احنا بناكلها بالذات في شم النسيم؟ طبعا احنا قبل ما ندخل على الفسيخ عايز اتكلم عن الاسماك. الاسماك هامه جدا لانها مصدر جيد للبروتينات، ودي طريه وسهله الهضم وعاليه القيمه الغذائيه، وكل الشعوب اللي بتاكل اسماك بتبقى اكثر تقدما وانتاجا من الشعوب اللي بتاكل اللحوم مثلا او بتاكل اي اشياء اخرى. يبقى كل ما زاد تناول الاسماك ضمننا مستقبل افضل ان شاء الله. الحاجه الثانيه فيها ثلاث فيتامينات هامين جدا لنا. فيتامين ا اللي هو هام جدا للمناعه والنظر، فيتامين د اللي هو هام دلوقتي للوقايه من السرطانات مش بس العظام والاسنان زي زمان، والوقايه من ايضا من مضاعفات الحساسيه الصدريه، وفيها فيتامين ايضا ب3 ده هام جدا للقلب وهام لصحه المخ والجلد والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، وفيها زيت السمك وده بيخفض الكوليسترول والضار، وفيها الاوميجا 3 الهام جدا للمخ والوقايه من الزهايمر ومشاكل القلب والسكته الدماغيه، وفيها الفوسفور اللي بيخلي الناس انشط في الجسم والفكر، وهام جدا لانضاف الكالسيوم من الامعاء، ومفيش فايده الكالسيوم ايضا الا في وجود الفوسفور. برضه فيها الكالسيوم برضه ده مهم جدا للعظام والاسنان، ومهم كمان تنظيم ضربات القلب وانقباض وانبساط العضلات، وفيها السيلينيوم والسيلينيوم ده هام جدا للمناعه وهام لنضبط المكسده وينشط الحركات الحيوانات المنويه، ويهم جدا للغده الدرقيه، ويهم جدا لصحه الجلد والشعر. احنا في عيد شم النسيم الناس بتاكل اسماك بطريقه يعني غريبه جدا انهم بياكلوها مملحه. مشكله الملح الزايد احنا بنخاف منه الايام دي خالص. ليه؟ لان 25% من سكان جمهوريه مصر العربيه اكثر من النسبه العالميه ل 20% عندهم ارتفاع ضغط الدم، اضافه لسكان العاصمه اللي هي القاهره 50% منهم عندهم ارتفاع في ضغط الدم، ودي خطيره جدا. فاحنا لو زودنا بقى كميه الملح تاني مع الفسيخ والملوحه والرنجه والحاجات دي وحطينا عليها ماء الطرش والمخلل وحطينا عليها المياه الغازيه والمشروبات الملونه والموجوده في الاسواق، اعتقد هيبقى في نسبه كبيره جدا هيجيلهم ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في الكلى ومشاكل في القلب بعد الشر عليهم. يبقى الحل احنا هنقلل، ويا ريت ان احنا نرجع تاني للاسماك الطبيعيه زي العالم كله، ومفيش داعي ابدا ان احنا نكتر من الملوحه الزايده دي، واللي مصمم بقى واللي هيتعزم على مكان ومفيهوش اكل يضطر بقى ان هو يحتاط من حساسيه الفسيخ وتسمم الفسيخ، ويحط الحاجه اللي هياكلها سواء اي حاجه فسيخ ولا حاجه يحطها في الفريزر اول يوم، وبعد كده يخليها تسيح ويسخنها يقليها ل 100 درجه مئويه في الزيت عشان يتخلص من السموم لو فيها سموم، وعلى قدر الامكان يكتر من السلطه الخضراء وتكون فيها مجموعه كبيره جدا من الاوراق الخضراء يبقى على راسها الخس. دكتور مجدي يعني يمكن البيض الملون احيانا كتيره جدا بيبقى البيض الملون بنستخدم فيه بعض الالوان الصناعيه. حضرتك يعني تشوف ان هل هناك طرق طبيعيه لتلوين البيض ولا ممكن نستخدم هذه الالوان؟ وطبعا احنا عندنا الشاي يلون، الكركديه يلون، النعناع يلون، السلق يلون، الحاجات دي كلها ممكن. الكرنب الازرق البنفسجي يلون، البنجر يلون، الفجل الصيني يلون، الحاجات دي كلها ممكن تلون وتبقى الوان جميله جدا وطبيعيه. والكركم يلون برضه، احنا عايزين لو مثلا لون اصفر ولا حاجه. وبرضه بمناسبه البيض انا برضه ما فيش مانع ان احنا ناكله في شم النسيم، وهنقول برضه البيض غني بالبروتين وفيه 5 فيتامينات ب1 و2 و5 و6 وحمض الفوليك اللي هام جدا دلوقتي لانتاج الكثير من الخلايا اللي احنا عايزينها عشان الاحلال في الانسجه والحاجات دي والرضاعه والحمل، وكمان المحافظه على انقسام الخلايا، وكمان ان احنا بنرفع من الحل المناعيه للمرضى الحساسيه. ودي 6 معادن هي الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم. اضافه ان برضه الناس بتخاف من البيض بدون داعي. الكوليسترول في البيض مفيد، الكوليسترول في البيض حوالي 213 مللي جرام في البيضه الكبيره، يبقى احنا محتاجينه عشان بشكل عام محتاجينه عشان المخ والجهاز العصبي. مش هنمنع بس الناس عندها مرضى حساسيه البيض اول فتره 6 شهور 3 سنين على حسب الحاله بتاعتهم، بس هناخد البيض وناخد الكبار ناخده مسلوق على قدر الامكان. مهم قوي كمان احنا ما ننساش ان البيض هيجينا حاجه اسمها الكولين، والكولين هام جدا لخلايا الذاكره والخلايا اللي هي الاستذكار والخلايا تحميني بعد كده عشان يبقى عندي ذاكره اوسع وذكاء افضل ويحميني من الزهايمر، وهام جدا للاداء العصبي خصوصا الرياضيين والناس اللي بيحتاجوا المخ في شغلهم، وهم دي العضلات. مش هننسى برضه في شم النسيم حضرتك اللي هو الخس، والخس هام جدا لانه فيه مواد هامه جدا لرفع المناعه، وفيه مواد هامه تخليني انا اكثر هدوءا واكثر اطمئنانا وفي نفس الوقت اكثر نشاطا.
دكتور مجدي بدران، يعني ما هي بقى أهم المشروبات التي تنسجم مع هذه الأكلات، وخاصة يعني السمك المالح والفسيخ والرنجة والحاجات كلها اللي يعني أعتقد تعطي إحساس بالعطش أكثر يعني؟ يبقى احنا لو احنا كمان ملاح طبعا احس بالحكايه دي، يبقى انا عايز اشرب الليمون يتربع على قرش الحاجات دي، وانا هكتر من الليمون هعصره وهشرب الليمون. وعايز برضه اقول الليمون هام جدا، اللي هو قليل الصوديوم، قليل السعرات الحراريه، قليل الدهون، وفيه ميه كتيره، وفيه مواد هامه جدا لمرور الاكسده، اللي حتى لو في حاجه سم في الاكل زي مثلا المارجنين او الهيسبريتين او الهيسبريدين، الحاجات دي كلها هامه جدا بترفع المناعه. وفي الفيتامين سي، كوبايه الليمون لو احنا خدناها الكامله هتجيب 112 تقريبا مللي جرام فيتامين سي، لو عصرنا القشر معاها هتجيب 128. عايز بقى ازود حكايه كمان، احنا نزود القشر، لو احنا زودنا القشر كمان وعصرناه البوتاسيوم هيزيد بدل 168 38 160، والكالسيوم بدل من 26 مللي جرام بس في الكوبايه هتبقى 133، والالياف بدل تبقى 5% هتبقى 10%. يا ريت نزود حكايه القشر دي حاجه اسمها الليمونين، والليمونين ده بيزود افراز العصارات الهاضمه ويمنع تقلص المعده ويطرد الغازات والنشط اللي معاه، ومدر للبول ومطهر للجهاز التنفسي، وفي ابحاث دلوقتي تقدر عليه للوقايه من السرطانات، ويفيد في حصوات المراره ويفيد الدهون. يبقى اعتقد المشروب ده اللي هو الليمون هام جدا في شم النسيم وما ننساهوش، ويا ريت يبقى الليمون طازج وبدون ثروات. دكتور مجدي، يعني يمكن البصل ايضا من المأكولات المرتبطه بعيد شم النسيم، فحضرتك تقول لنا فوائد البصل. البصل طبعا البصل الاخضر هام جدا، وبنسميه الطبيب الاخضر لان فوائدين الفايده الخضراء الموجوده في الكلوروفيل، والصبغه دي هامه جدا ورفع معاها تنشيط الجهاز التنفسي والحفاظ على اداء اعلى للرئه. الحاجه الثانيه ان هو هيدينا نظام مضاد الاكسده المضاد للسرطانات، ومواد تساعد على استخدام البكتيريا الصديقه اللي هتخلي البكتيريا الضاره ما تجينيش في شم النسيم. اضافه بقى كمان احنا لو خدنا البصل بشكل عام المواد البيضاء اللي فيه هتدينا مواد بتنزل الكوليسترول وتنزل الضغط وتكافح السرطانات وتكافح التلوث وتخلي الانسان ما يحسش بالتعب. ما ننساش ان احنا اجدادنا اللي بنوا الاهرام كانوا بياكلوا البصل ما بيحسوش بالتعب ولا بيحسوا بالارهاق اللي كانوا بيعملوه كانوا معاه، وكان بيخليهم اكثر صحه ومناعه. برضه البصل بشكل عام فيه ماده يسموها الكينيتين، وكانوا زمان في الصين يقولوا تفاحه كل يوم هتخليك ما تروحش للطبيب، دلوقتي يقول لا بصله من بتاعتنا دي مثلا المصريه بتاعتنا دي كل يوم مش هتروح للطبيب. ليه؟ لان البصل فيه الاف الماده السحريه الموجوده في التفاح. الكينيتين دي كميات كبيره جدا، ودي مواد مضاده للاكسده من مركبات الفيتو، واحنا للاسف بتغيب عنا شويه، واحيانا البعض بيقول انا هحط البصل في الطبيخ والكلام ده. لا، احنا عايزين البصل طازج وناكله ني كده اهو، ونحطه ونعود اولادنا ان هم ياكلوه وننثره على اي طبق قدامنا سواء اسماك او اي ماده فيها اصلا بروتينات اخرى او حتى على الرز او المكرونه. لازم البصل يبقى يوميا موجود في قاسم مشترك في موادنا الغذائيه ان شاء الله. دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، احنا بنشكر حضرتك جدا وبنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله نسعد بشم نسيم جميل باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا.